الزعيم برودكشن. ماشي حد انا عاجبه حالي، الكل كرف كياني، ما بقتش عارف انا مالي، بقيت خايف ارضي مين. ماشي حد انا عاجبه حالي، الكل كرف كياني، ما بقتش عارف انا مالي، بقيت خايف ارضي مين. ارضي نفسي ولا لازون، ولا خبي دمعي بعيون، وارضى بنصيبي اللي كتبوني. رب العباد يا رب يحوش. عشت عمر انا كله طايب، ناس كتير فيا تعايب، مفيش قريب مني قريب، كله سابني في وقتي وجعي. حتى اللي قلت عليه اخويا سند وعكاز انا بعد ابويا، سمع كلامات لا دلدو، يا خسارة حبي ما تمرش فيه. لا 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 لا. جابوني هنا في بيتك يا علنياتهم. تعال يد يا سيد، يا سيد. جدتك مرني قلت سايبون على كده يعني واحنا قاعد واحد يا سيد ولا حد يحكيني. ما بس يا جدة كنت تاخذ لك يومين عندنا في رمضان، تعال اخذ لك 3 ايام. طب هي جيت قاعده زي حكله الكرمه دي، ما حدش محكيني ولا مسليني. وانت حكيني قول لي سايبين يا جد راح الدورة الرمضانية هناك. راح وين؟ الدورة الرمضانية في النادي. هتقعد تبلك ورا. ادامكم ودام الكرة راحت والكرة جالت والاهلي فاز والزمالك اتغلب والكلام الفاضي دي. العيل يعمل له مصلحة زيني، يعمل له فايدة. ده احنا ورد في شهر رمضان، شهر القرآن، وتروح تصلي التراويح يا رب. لا طبعا شوف، عشان ابوك على نياته مش معلمك على كده. يا ورد تصلي وتقرا القرآن وتحب الناس وتحب الخير وتعمل الخير. هنقول لك يا سيد، يا اما نقول لي انا سامعه دوشه برا، روح نسي ورده شوفيها الزيطه دي جارتنا مالي عجبوا العفشة بتاعتها شطلوا وراك حلو ومطيم. طلقوها يا اختي. يا هجمتي يا هجمتي يا والله هجمتي. انا شو قربت كده. طلقوها. بروح يا خساره يا بنيتي، يا خساره يا اختي. طلقوكي بلكوش. يا طلقوها. هلو نفيسي راجع يا اخويا. اختي طلقوها يا اختي، طلقوها ورب لها عفشتي. ولا هتتجنزح وعجل. طلقت يا اختي واقفه مع الراجل ده. انت الراجل تبقى خدامه تحت رجلين. ايوه تبقى خدامي. والله العظيم ده انا مخلي على نياته زي الخاتم في صباع بنتي. يقدر يكح معاي. وجايه دلوقتي قاعده في بيتهم. قال لي تاخدي لك تقريبا 3. قلت له نقعد فوق راس على نياته غصبا عن على نياته. وهي اختي يقول عامله نفسها البيت برنديلي. طب اديك اتطلقتي، رجعوا العفشي ورجعوا القزاز والخلق والملالين، كل حكاويها رمها لها في الشارع. يا اختي. امال ايه. صعبان علي يا اختي والله. انا مقطع في قلبي البنيه دي. بس اتطلقت. اتطلقت. خليها تغور، خليه يلا تقعد اختك زي بيتك. اقعدي لك دم. يلا اختي رمضان كريم سايبك عشان انت صايمه ومش قادره تتكلمي. سلام يا حماة الله يبارك فيك. عيب عليك اللي هتعمليه دي، عيب عليك. احنا في رمضان، مالك ومال اللي طلقت ومال اللي حردت ومال اللي زنقت. يا شيخ انت جاي تاخدي لك يومين هادية عزيزة مكرمة، ويقال انها 2.5 يعني. على العموم انت تشرفيني. بس انت يا حماتي الله يبارك فيك، يا ده انت اسمك الحاجة كداي، بلاش السيرة بتاعت الناس، خليني كل واحد في حالي. عيب عليكي، عيب. الله يبارك فيكي، ده احنا صايبين يا شيخي. بطل انا يا اخويا نقول له امال بس تعال يا حماد اقعد احدنا يومين. اقعد احدنا 3 ايام ومكتب ونفك على نفسي. انت كرهني على نياته.
سيدني ولا لك دعوه بي، ورحمه المرحوم ورحمه المرحوم في تربتي ما قاعد. والله يا عم على نياتهم. اوعى تفلح لي سنه كدايه ثانيه يا ابو الماضي. ليه انت مزعلها؟ طب ما انت مال عشان من ساعه ما جيت كدايه يعني كدايه نعمل لها ايه؟ قلت لها تاخذي لك يومين عندي. عزمناها العيال قالوا هات لنا جدتنا كدايه تقعد عندنا يومين. تمام. جت عندنا يا سيدي ما سايبش الناس في حالها، طالما قاعده فلانه طلقت، فلانه اتجوزت، فلانه خطبتها مش عارف ايه، فلانه خطبتها يا سي. قلت لها يا حجي عيب عليك، ده احنا نقول لك يا حجي. خدت في وشها وزمقت واتصلت بيك واتصلت بمش عارف مين واتصلت في ايه يا شيخ؟ انا مش طايقك حتى يعني في بعيد مني ومش طايقك لما جيت ابقى لي في البيت. يا عم على نياته، ما هي الحريم الكبيره عارفهاش انت برضه. يا ابو المظ هنكفيها من كدايه ولا نكفيها من الراجل اللي عايز يقتلني ده وعايز يقتلني وقلت له ممكن تتقتل وانت سمعت اخبار ان عايزين يقتلوني. ما الحمد لله انت برضه قاعد هنا ما حدش عارف. بس ايه رايك المكان ده؟ عجبني بصراحه. ده مكان بالطلاق ما حد يعرفه خالص هنا. مكان مستريح ومية مية والله. هنا عندك الموز وعندك الوضع. لا بس هنقول لك هنقعد فيه على طول المكان ده. انا ما هتقعد هنا المكان ده بدات ما اشوفه مين اللي عاوز يقتلك يا عم على نياته. المكان ده مستقر. يعني انت هتقوم بدور المفتش كرومبو يا ابو الماضي. عاوز اشوفه مين اللي عاوز يقتلك. طيب ولا هي كده تمام. وانا على العموم وصيت الواد سيد تمام انه يجيب لي الفطار كل يوم هنا بتاع المغرب، وهنفطر وسط الطبيعه الخلابه. ها سيد جاه، تعال يا سيد. سيد بصر ايه دي؟ ايه ده سيد دي؟ وري ايه ده يا غبي يا متخلف؟ ده قصب. انت جايبها وش الناس كلها شافتك؟ ايوه. ولد على نياته فاطر. ما كل العيال هتعمل كده. لا اله الا الله. امسك. كل العيال هتعمل كده وانت عيل؟ ده انت زي الطور، ده انت شنبك طلع. ده انت يا حبيبي لو اتجوزت هتخلف بعد شهرين. يا سيد عيب عليك. من افطر رمضان عامدا متعمدا لم يكفيه ولو صام الظهر كله. يعني لو صمت حياتك كلها مش هيكفيك في ساعه من اللي هتفطرها دي. وما تقولش فلان فاطر وفلان مش عارف، في ناس عارفها باردي مش هتحس. انت ما تبقاش زيها ولد، انت ولد على نياته يا سيد. مصيت كم عود من دي؟ ده الثالث. 3 عودان يا مفتري. طريق طويل. ده كويس اني مش ساكن في الجبل، كان جيتني وكنت مصيت قصب البلد كله. اوعى تحصل الحكايه دي. انت سامع؟ سامع؟ جبت البسبوسه اللي قلت لك عليها؟ نسيتها. اكلتها في الطريق. وانا غبي، انا عشان نبعت سيد يجيب لي اكل جبت لي المهم حاجه ناكلها. ما جبت لي الا القصبه دي. طب روح يا غبي يا ابني، انا غلط فيك. ابوك راجل زين اللي هو على نياته. روح يا غبي، روح هات لي الفطار بسرعه لان المغرب قرب. ما تخليش حد يشوفك عشان انا متراقب. يلا روح. هنجيب القصب بتاعنا. يلا روح. الواد يقول لا اغيظني برضه يفطر. في حد يفطر في رمضان يا ابو الماضي؟ وده زي الطور. لا ما ينفعش حد شغال. ولا ده زي الطور. لا هو الصيام ده معي مره في السنه في الشهر. الله ينور عليك. شفت عمك ابو الماض. والله يعجبني فيك التقوى بتاعتك يا ابو الماض. الله يخليك يا عم. انت راجل تقوى صالح. الله يخليك يا عم. واخد بالك؟ الله يخليك. خد بالك يا ابو الماض. الراجل دي اوعى حد يغريك. لا اوعى حد يقول لك ان احنا نكتل على نياته ومش عارف ايه، وحد يفهمك ان مهمه وطنيه تبع مصر وتروح تبلغ عني واروح يديك كل لحمي. لا انا خد بالك انا عندفع عن مصر والمصريين. عارف والله. اللحمه اهم ولا مصر؟ لا اللحمه. طول عمرك طفس يا ابو الماظ. يا عم هناك يا عم على ايه في يا ابو الماظ؟ في واحد جاي وراي وشكله عاوز يموتك. يلا نهرب يا عم على نياته. عاوز يموتني؟ عاوز يموتك. طب نروح وين؟ اهرب. يلا.